إلى تفاصيل الظهيرة، أهلا بكم. تحت الصفر درجات الحرارة في أعالي الأطلس المتوسط، وساكنة في غياب أبسط ضروريات الحياة تعيش عزلة فصلية. الأمل من الرباط قافلة انطلقت بمؤن ومساعدات غذائية في اتجاه نواحي خنيفرة، أزيد من 26 طنا من المواد الغذائية ومئات الأغطية لمقاومة برد قاس. عمر أجرري وحسن سكوري من هناك. قرية تقجوين نواحي خنيفرة وجه آخر من أوجه المغرب العميق. قساوة المناخ والفقر يجتمعان فيولدان العزلة، عزلة كبر معها سكان هذه الأعالي منذ سنوات، وكبرت معها آمالهم في حياة أفضل. جئت من قرية أمزة المجاورة لأستفيد من بعض الأغطية. الحاجة في قريتنا ماسة، ونعاني من غياب الطريق والمستوصف ومتطلبات الحياة. ينقصنا المستشفى وأبسط التجهيزات كالمدارس والطرق. ولتخفيف المعاناة عن هؤلاء القرويين، التأمت 117 جمعية منضوية في الفضاء الجمعوي الأمل في بادرة إنسانية انطلقت من الرباط، محملة ب26 طنا من المواد الغذائية وشاحنتين من الأغطية والملابس. استفادت من هذه الإعانات الاجتماعية أزيد من 150 أسرة. هذه المبادرة سنعتبرها مبادرة متواضعة كتدخل في نطاق الأنشطة ديالنا ديال جمعية الفضاء الجمعوي الأمل في إطار التضامن الاجتماعي، وهي كتجي أولا في جوج ديال السياقات: السياق ديال الظروف القاسية اللي عاشتها هذه المنطقة، وكذلك من أجل إبراز التآزر ديال المجتمع المدني بين الجهات، ولذلك قمنا بالتنسيق مع النسيج الجمعوي في أي مكان. نشكر هذه الجمعيات على الالتفاتة الإنسانية التي استحسنها سكان قرية تقجوين والقرى المجاورة. نحمد الله على هذه المبادرة التي أحسسنا معها بدفء التضامن والأخوة بين المغاربة. سكان متشر تقجوين استفادوا أيضا من فحوصات طبية وأدوية بالمجان. قافلة التضامن هذه أدخلت الفرحة إلى قلوب الساكنة وأضفت الدفء على الجو البارد بمرتفعات الأطلس المتوسطة.